هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيث ما يصلكم بثنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 15 من مارس. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم يقدم لكم الزميل أحمد الشريف حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية. وفي حلقة اليوم يتناول البعد الحضاري للغة العربية. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. طرد 1500 طالب وطالبة من كلية ماي نفحي. اتفاق فرنسي إثيوبي على تأسيس القوات البحرية الإثيوبية. أخيرا، مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد الدعم الأمريكي لحرب اليمن. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. أفادت مصادر إذاعة إرنا بأن إدارة كلية ماي نفحي قامت بطرد 1500 طالب وطالبة من المنتسبين إليها من مدرسة ساوى، وذلك بسبب عدم اجتياز الامتحان الشامل الذي تم إجراؤه الأسبوع الماضي. وقالت المصادر بأن الإدارة بررت طرد هؤلاء الطلاب بأنها بصدد تعميم برنامج للتعليم العالي يتسم بالكفاءة والتنظيم، وأن الطلاب الذين لا يلبون شروط البرنامج سيتم إقصاءهم فورا. الجدير بالذكر بأن سياسات التعليم العالي في إريتريا ظلت تخضع لإدارة عسكرية مدنية مشتركة، وذلك بعد إغلاق جامعة أسمرا. وبعد العثرات المتكررة وفشل التجارب التعليمية المختلفة، عين مكتب الرئيس الجنرال هايلي مهتون كمدير عام للتعليم العالي في البلاد، حيث أصبح النظام العسكري المتشدد هو الشكل السائد في التعليم العالي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح صحفي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بأن بلاده سوف تساهم بفعالية في تأسيس القوات البحرية الإثيوبية، وأكد بأن إسهامها لن يكون فقط في مجال التأسيس، بل سيشمل التجهيز بالمعدات والتدريب والإعداد. إضافة إلى ذلك، أعلن ماكرون حزمة مساعدات مالية لإثيوبيا بقيمة 100 مليون يورو. وكان عدد من كبار ضباط الجيش الإثيوبي قد زار العاصمة الفرنسية في فبراير الماضي، وعقدوا عدة اجتماعات بهذا الخصوص مع نظرائهم الفرنسيين. وكانت القوات البحرية الإثيوبية قد تشتتت بعد الضربة القاصمة التي تلقتها أثناء عملية تحرير مدينة مصوع في فبراير من عام 1990، حيث لم تقم لها قائمة بعد ذلك. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن عزم بلاده على إحياء قواتها البحرية. المعروف أن إثيوبيا ليس لديها منفذ بحري يساعدها على تأسيس هذه القوات، وجاء التصريح الإثيوبي بالنية في تأسيس هذه القوات بعد اتفاق السلام مع إريتريا في صيف عام 2018. وأثار التحرك الإثيوبي نحو تأسيس هذه القوات وممارسة نشاط بحري في المنطقة القلق لدى بعض الدول المطلة على البحر الأحمر. وجه مجلس الشيوخ الأمريكي ضربة قوية للسياسة الأمريكية الداعمة لقوات التحالف العربي في اليمن، حيث صوت 56 من أعضاء المجلس ضد استمرار الدعم الأمريكي للحرب في اليمن، مع توصية بسحب أي قوات أمريكية هناك خلال 30 يوما. ويعتبر هذا القرار ضربة لسياسة الرئيس دونالد ترامب وموقفه من الحرب في اليمن. وجاء هذا القرار في أعقاب تزايد المظاهرات والاعتراض على الغارات الجوية للتحالف العربي في اليمن، إضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد بشكل حاد. ووقف 7 نواب جمهوريون إلى جانب النواب الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار،
ومن المتوقع أن يمرر مجلس النواب نفس القرار. وتستمر الحرب في اليمن منذ عام 2015 دون أن يستطيع التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية من تحقيق تفوق على الميليشيات الحوثية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من اليمن. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر من واشنطن نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. طرد 1500 طالب وطالبة من كلية ماي نفحي. اتفاق فرنسي إثيوبي على تأسيس القوات البحرية الإثيوبية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد دعم بلاده لحرب اليمن. سمعنا والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير من إذاعة إيرينا الدولية في باريس. نلتقيكم في حلقة من برنامج نافذة ثقافية. نتحدث في هذه النافذة عن موضوع تحت عنوان البعد الحضاري للغة العربية، بقلم الدكتور أحمد تمام سليمان، أستاذ البلاغة والنقد، كلية الآداب، جامعة بني سويف، مصر. فأهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة إيرينا. يستهل الدكتور أحمد تمام سليمان مقالته فيقول: إن النظرة العامة لعيون المشتغلين بإحياء التراث اليوم يجب أن ترتكز على المخطوطات، إذ تعد الأوعية العلمية للحضارة العربية الإسلامية عبر التاريخ التليد، بل وللحضارة الإنسانية عامة، لأن العرب جزء من بنيان الحضارة العالمية، لا سيما في العصور الوسطى التي كانت الحضارة العربية الإسلامية حينها نجم الحضارات، وكان المخطوط العربي بمنزلة القنديل الذي يضيء أوروبا. إن التراث اللغوي حمله عدول العرب من كل خلف حتى روى ماء اللغة شجرة الدين، فاستقام ظلها وطاب قطافها على مر العصور. ولما يسر الله القرآن الكريم لانت اللغة العربية على لسان الأعاجم، فحملها كذلك عدولهم. ولقد كانت العلوم العقلية والنقلية في الحضارة العربية الإسلامية ذات روافد حضارية عتيقة لأمم سبقتها أو عاصرتها، ذلك من قبيل التأثير والتأثر بين الحضارات الإنسانية التي ما أغفل الإسلام فضلها وما حارب الجانب المشرق منها، بل اعترف به ونهل منه وأتم صنيعه. وعند التأثر عزيز المستمع بين الحضارات نلمس في تراثنا ذلك التأثر الذي أعملت فيه العروبة والإسلام يد الاقتباس المشوبة بالتصحيح تارة والتطوير تارة أخرى. بالتصحيح ليدخل المنتج الحضاري القديم في لحمة الحضارة العربية الإسلامية ويصطبغ بطابعها، وبالتطوير نتيجة لما ابتكرته الحضارة العربية الإسلامية بعقول أبنائها وما شيدته سواعدهم الفتية، ليقدم في النهاية منجز العرب المسلمين. فالهوية عملة ذات وجهين، الوجه الأول الدين، والوجه الثاني اللغة. وهويتنا الثقافية ركناها الإسلام والعروبة، فالأول للديانة والثاني للإبانة. فإن كان القرآن الكريم هو دستورها، فإن اللغة العربية هي لغتها. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، سورة إبراهيم الآية 4. والحفاظ على الهوية يكون بالبحث عن الوحدة، فبالوحدة تكون الأمة. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ووفقا لهذين الركنين يصير انتماؤنا إلى الأمتين الإسلامية والعربية. فإن كانت الأمة بمنزلة الهدف، فإن الوحدة بمنزلة الوسيلة، وبدون الوحدة تتمزق الأمة جذعا مدع، ويتفرق أبناؤها شذر مذر، فليس بعد انشقاق الصف وافتراق العصا سوى أن تصير الأمة أثرا بعد عين.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويواصل الدكتور أحمد تمام مقالته فيقول: هنا تكمن الحاجة الماسة إلى إحياء تراثنا والبحث عن تعزيز مقدراتنا الحضارية والنهوض بمقوماتنا الثقافية، لما لذلك كله من دور في بناء الشخصية وتكوين الهوية، والتي شوهت على الصعيد العالمي، فأصبح التطرف لصيقا بفكر العرب، وأصبح الإرهاب لصيقا بفعل العرب، بل إننا نجد الكثير من مؤسساتنا التعليمية تحل تدريس اللغات الأجنبية محل اللغة العربية، مما يبت الصلة بين الناشئة والحرف العربي. كما وجدنا الكثير من الأعمال الدرامية من أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية تعرض مشاهدا للمتطرفين وإرهابيين يتحدثون باللغة العربية الفصحى، وقد لا يكون المشهد التمثيلي موظفا في العمل الدرامي، وليس من هدف وراء ذلك سوى أن تظهر عربيتنا الفصحى على لسان أناس ينبذهم المجتمع لسوء فعالهم، حتى تنبذ العربية الفصحى بعد ذلك. إن الحفاظ عزيزي المستمع على تراثنا العربي بمقدراته ومقوماته ليس عملا فرديا فحسب، وإنما هو عمل مؤسسي يجب أن تطلع به الحكومات والمؤسسات بإحياء التراث العربي المخطوط، وذلك بتحقيقه تحقيقا علميا في شتى فروع العلم، وتيسير نشره لتعم الإفادة منه، ومحاولة ترجمته إلى الغرب لتحقق الترجمة أهدافها، والتي من أهمها التواصل بين الشعوب المختلفة والثقافات المتنوعة، وتصحيح صورة العربي الذي أصبح لا يشارك في الحضارة الإنسانية إلا مستهلكا، ثم محاولة النهوض العلمي بالتأليف والابتكار والاختراع القائم على تحقيق التراث من جانب التواصل مع الماضي الذي يعاد اكتشافه والإفادة من المنجز الغربي في الحضارة الحديثة التي أصبحنا بمنعزل عنها. هذه إذاعة إرينا. أعزائي المستمعين، لا زلتم مع إذاعة إرينا الدولية في باريس، وهذه الحلقة في النافذة الثقافية، وفيها نتحدث عن البعد الحضاري للغة العربية. يقول الدكتور أحمد تمام سليمان في مقالته: فلقد كان للمستشرقين فضل السبق في تحقيق التراث العربي ونشره، فمن جهودهم نشر توماس إرينسون عام 1624 كتاب مجمع الأمثال للميداني، ونشر يعقوب جاليوس 1667 كتاب لامية العجم للطغرائي، ونشر إدوارد بوكوك عام 1691 كتاب مختصر الدول لابن العبري، ونشر سولفرس دي ساسي عام 1838 كتاب كليلة ودمنة لبيديا، ونشر كوتومير 1852 كتاب الروضتين لأبي شامة، ونشر فلوغل عام 1870 كتاب الفهرس للنديم، ونشر كوسان دي بريسفال عام 1871 كتاب مقامات الحريري، ونشر فان فولتن عام 1903 كتاب البخلاء للجاحظ، ونشر ديخوي عام 1909 كتاب تاريخ الطبري، ونشر لايت عام 1920 كتاب شرح المفضليات لابن الأنباري، ونشر رولدفلجاير عام 1929 ديوان الأعشى، ونشر بيفان عام 1934 كتاب نقائض جرير والفرزدق. تلاهم بعد ذلك كما يقول الدكتور أحمد سليمان: تلاهم جيل من الرواد العرب الذين هاموا بالتراث عشقا فأصبحوا سدنة المخطوط العربي، كما امتدت أجيال المحققين من سائر الأقطار العربية الذين عرفوا بالدقة والتثبت والإحاطة، وجاء على رأسهم شيخ العروبة أحمد زكي باشا، وأحمد تيمور باشا، وعبد السلام محمد هارون، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، والسيد أحمد صقر، وأحمد محمد شاكر، ومحمود محمد شاكر، ومحمد علي البجاوي، ومحي الدين عبد الحميد، وناصر الدين الأسد،
وسليمان دنيا وحمد الجاسر وإبراهيم شبوح وإحسان عباس وعبد الهادي التازي وغيرهم الكثير. تبقى الإشارة كما يقول الكاتب إلى المشروع القومي للترجمة بما قدمه ولا يزال ما يقدم من المؤلفات العالمية إلى اللغة العربية، ولكن يجب أن ينشط هذا المشروع في الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، لأننا بالتحقيق بالترجمة نقف وقوف الثابت في أرض الحضارة، فيستقيم ظلنا في أرض الواقع، علنا نوطئ لفكرة الابتكار التي ربما تمس عقولنا ولو مسا خفيفا. إن من أراد أن يقدر حضارة أمة فلينظر إلى فهارس مؤلفاتها والمخطوط منها والمطبوع، ويتلمس الموجود منها والمفقود والمحقق منها والمترجم. ولا شك أن الفهارس التي حفظها الحرف العربي في تراثنا لا تبارى، وتكفي مطالعة تاريخ الأدب العربي لكارل بروكمان، وتاريخ التراث العربي لفؤاد سيسكين، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف إلكان سيركس، ومعجم المخطوط والمطبوعات لصلاح الدين المنجد، والأعلام لخير الدين الزركلي، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. إذن فأي تحرك في اتجاه إحياء التراث العربي الإسلامي هو أعظم وسيلة تعيد تلاحم الأمة العربية الإسلامية بجذورها الضاربة في عمق التاريخ، وعملية الإحياء بمنزلة الرأي لشجرة الحضارة الإنسانية التي ما زال لها بذور كامنة في تراثنا العربي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عزيزي المستمع، لازلتم مع إذاعة إرينا الدولية في باريس، وحلقة في النافذة الثقافية نستعرض مقال الدكتور أحمد سليمان تحت عنوان البعد الحضاري للغة العربية. فإن كيان الهوية كما يقول كيان الهوية العربية يتهدد مما يحتم علينا أن ننزعج، فنبحث تارة أخرى عن الوسطية الإسلامية بوصفها قوام الهوية، واللغة العربية بوصفها لسان الهوية، ونمد مساحة الجمال تارة أخرى بعدما تآكلت مساحته في مجتمعنا. على سبيل المثال المصري، فعلى المؤسسات كالأزهر الشريف والمجمع اللغوي أن يقوم كل بدوره في الحفاظ على الدين واللغة بوصفهما رافدي الهوية. ولكن في كل عام تعقد الاجتماعات من جانب المجمع اللغوي المصري، يعقد مؤتمره العالمي مثل اللغة العربية وتحديات العصر، واللغة العربية في التعليم، واللغة العربية في الإعلام، ويقدم أبحاثا ويناقش قضايا ويحل إشكاليات. السؤال إذن أين دور صانع القرار السياسي حتى يفعل تلك التوصيات ويقر بتلك النتائج؟ وقديما كما يقول الدكتور أحمد، قامت مجلة الهلال باستفتاء عنوانه حضارتنا القادمة فرعونية أم عربية أم غربية؟ وكانت مشاركة طه حسين تشي بأن المزيج الحضاري هو سر الرسوخ والتنوع، فأوصى طه بأن نحتفظ من الحضارة المصرية القديمة بما يلائمنا وهو الفن، ومن الحضارة العربية بالدين واللغة، وأن نأخذ من الحضارة الأوروبية كل ما نحتاج إليه، وليس في هذا شر ما دمنا نحتفظ بشخصيتنا العربية المصرية، فلا تفسد علينا هذه الحضارة الأوروبية حياتنا على أننا أمة لها مقوماتها الخاصة. ذلك كان في أبريل عام 1931 في الصفحة 821 كما يقول الكاتب. وبعد ذلك يتناول الكاتب فيقول: لقد صدر قرار الأمم المتحدة رقم 3290 في الجلسة العامة رقم 2206 والمنعقدة في 18 من شهر ديسمبر سنة 1973 ميلادية بإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل المقررة في الجمعية العامة ولجانها الرئيسية. كان نصه كما يلي: إن الجمعية العامة إذ تدرك ما للغة العربية من دور هام في حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته، وإذ تدرك أيضا أن اللغة العربية هي لغة 19 عضوا من أعضاء الأمم المتحدة، وهي لغة
عمل مقررة في وكالات متخصصة مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وهي كذلك لغة رسمية ولغة عمل في منظمة الوحدة الإفريقية. وإذ تدرك ضرورة تحقيق تعاون دولي أوسع نطاق وتعزيز الوئام في أعمال الأمم المتحدة وفقا لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تلاحظ مع التقدير ما قدمته الدول العربية الأعضاء من تأكيدات بأنها ستغطي بصورة جماعية النفقات الناجمة عن تطبيق هذا القرار خلال السنوات الثلاثة الأولى، تقرر إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل المقررة في الجمعية العامة ولجانها الرئيسية، والقيام بناء عليه بتعديل النظام الداخلي للجمعية العامة المتصلة بالموضوع. وبعد هذا القرار صار يوم 18 من ديسمبر كل عام يوما عالميا للغة العربية. ولكن بعد مرور زهاء نصف قرن على هذا المكتسب الحضاري، فإن اللغة العربية تعاني مأزقا حضاريا يجب أن نتنبه له وننبه إليه، بل وندق ناقوس الخطر. فلم تخرج العربية من أحد مواطنها في الماضي فحسب، بل هي الحال في الأندلس بعدما تربعت على عرش مجالسها العلمية والسياسية 8 قرون. بل إن العربية في تاريخنا الحديث والمعاصر تلقت من الهزائم النكراء والطعنات النجلاء الواحدة تلو الأخرى، والمأساة لم تكتمل فصولها. فقد خرجت العربية من إيران وحل محلها اللسان الفارسي، وخرجت من تركيا وحل محلها اللسان التركي، كما خرجت من جنوب السودان وبعض أقاليم العراق. ومن قبل نجحت بعض الدعوات باستبدال الخط اللاتيني بالخط العربي الذي كانت تكتب به بعض اللغات الإسلامية. وفي الوقت الراهن ساعدت عوامل متعددة على كتابة كثير من الشباب العربية بالحرف اللاتيني أو ما يعرف بفرانكو أراب، مثل العالم الافتراضي على الشبكة العنكبوتية الدولية إنترنت، والصفحات الشخصية الفيسبوك، والتغريدات تويتر، والرسائل التليفونية الواتساب وغيرها، فيما يعد تعديا لغويا ضد لسان هويتهم، وكأنهم استجابوا لدعوات مغرضة. حسبنا أحداث الماضي قد وارتها وأخفى الثرى معالمها، وأخشى أن أقول كما يقول الدكتور أحمد سليمان: البقية تأتي. فقد تزعزعت العربية وكاد ركنها أن ينهدم في غير إقليم عربي إسلامي بسبب ضعف الانتماء العربي وسيطرة المد الغربي وتراجع منظومة التعليم وخفوت جذوة الإبداع وغيرها داخل بيئات العربية، في مقابل الانبهار بالحضارة المعاصرة التي صرنا سوقا لترويج منتجها، بما في ذلك الثقافات ولغاتها. هذه إذاعة إرنا. إن الحراك السياسي الهادر يدفعنا أن نضع أهدافا لتأخذ سبيلها نحو التحقيق والتحقق، فلا بد أن يكون العلم هدفا استراتيجيا لبناء الوطن، والنظر إلى الثقافة بوصفها وزارة سيادية. فمجتمع جاهل من شأنه أن يحول الثورة إلى فوضى، ومجتمع نصفه أميون كفيل بأن ينقض ما يبنيه المتعلمون، ولن يبلغ بنيان الوطن يوما تمامه ما دامت يد تبني وأخرى تهدم في الوقت ذاته. ومن العلم والثقافة نستدعي التاريخ ونستلهم التراث ونفقه الواقع ونستشرف المستقبل ونقبل الآخر. فإن المثقف الحقيقي، والحقيقي هنا أعني به كما يقول الدكتور المنتمي، هو الذي يتخذ من عمق التاريخ أداة لاستشراف المستقبل، وليس المثقف عرافا تنظر نبوءته، ولكنه مشيد لصروح المستقبل مما استجاده من لبنات الماضي. وتبدو الرؤية الثقافية أشد تكاملا وأعمق أثرا إذا كان المثقف يضرب بسهم إلى الإبداع عامة والأدب خاصة، فالأديب أرهف حسا وأنفذ فكرا وبالتالي أمضى رأيا. ولما كان الأديب يعبر بالأسلوب الذي يبهر المتلقي حتى يستشعر معه العجز
فقد نظر إلى الأدب كتجليات للثقافة التي تبني الأمة، ويهدر النص الأدبي بعرائس الآمال وأشباح الآلام، فيستشعر كل متعلق على حدة أنه ممثل في النص الأدبي بشكل ما أو من زاوية ما أو بطريقة ما. وكم التقطت أعين الأديب أنماطا من البشر بين تليد وطارف وسجلتها ذاكرته، فغدا النص الأدبي وثيقة تاريخية للأمة، وكم خلبت آداب بشرا فغيرت مصائرهم لما استوقفت بصائرهم. لذا فإن من يبحث عن أركان الهوية بمقوماتها ومعوقاتها فلا بد أن يتوقف عند تجلياتها في الأدب. فالانحراف الفكري البادي في التطرف والتعدي الفعلي البادي في الإرهاب علاجهما الناجع في الثقافة، فالنهل من العلوم الإنسانية يقيم معوج من فكر ويصلح ما اضطرب من فعل. فباللغة يستجلى منطق العقل ويستحلى منطق اللسان، وبالفلسفة تعمق الأفكار، وبالأدب ترق المشاعر أي ترق المشاعر. هكذا أعزائي المستمعين استمعتم إلى حلقة في برنامج نافذة ثقافية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، كنتم مع برنامج نافذة ثقافية، وقدمنا لكم موضوعا ارتأينا أهميته جاء تحت عنوان البعد الحضاري للغة العربية، بقلم الدكتور أحمد تمام سليمان، أستاذ البلاغة والنقد، كلية الآداب، جامعة بني سويف، مصر العربية. شكرا للدكتور على هذا المقال الهام. شكرا لكم سادتي على حسن المتابعة والإصغاء. تحياتي لكم في التقديم أحمد شريف، تحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون من إذاعة إرينا الدولية في باريس. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا بكم مجددا. فيما يلي أعيد لكم مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. طرد 1500 طالب وطالبة من كلية ماي نفحي. أفادت مصادر إذاعة إرينا بأن إدارة كلية ماي نفحي قامت بطرد 1500 طالب وطالبة من المنتسبين إليها من مدرسة ساوة، وذلك بسبب عدم اجتياز الامتحان الشامل الذي تم إجراؤه الأسبوع الماضي. اتفاق فرنسي إثيوبي على تأسيس القوات البحرية الإثيوبية. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح صحفي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بأن بلاده سوف تسهم بفعالية في تأسيس القوات البحرية الإثيوبية، وأكد بأن إسهامها لن يكون فقط في مجال التأسيس، بل سيشمل التجهيز بالمعدات والتدريب والإعداد. أخيرا، مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد دعم بلاده لحرب اليمن. وجه مجلس الشيوخ الأمريكي ضربة قوية للسياسة الأمريكية الداعمة لقوات التحالف العربي في اليمن. هذه إذاعة إرينا. بذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. في الختام أذكركم جميعا بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم مني فتحي عثمان ومن زميلي أحمد شريف ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.